في الفيديو ده هنتكلم عن ال HDRI images جوه Cinema 4D وازاي بنستعملهم. فيلا بينا. أول حاجة خليني أقول لكم يعني إيه HDRI أو what it stands for. HDRI يعني High Dynamic Range Image، والتعريف دوت معناه إن الإيمج ديت شايلة كمية داتا كبيرة جدا بتخليها تبرفورم أو تأدي أحسن لما بنعلي عليها ال exposure value أو بنقللها بتبقى ضعيفة. بيبقى نقاوة اللون ودرجة اللون والداتا اللي متاحة للإيمج علشان تظهرها لنا بتبقى أحسن، فالإيمج مش بيبقى شكلها بايظ تحت درجات الإكسبوجر العالية أو القليلة. وال HDRI image احنا بنستعملها علشان نحط زي ambient light في السينز اللي احنا بنستعملها في ال 3D، او علشان لو عندنا light setup معمولة في استوديو ما واحنا عايزين نحطها زي ما هي في ال 3D scene اللي احنا عاملينه، فممكن نجيب HDRI image للاستوديو اللي احنا مصورين فيه. مصدر ال HDRI image ان احنا نصورها بالكاميرا، بس في سايتس بتنزل حاجات متصورة جاهزة ممكن نستعملها وهي فري على طول، زي HDRI Haven. السايت ده هتلاقوا عليه كمية كبيرة جدا من ال HDRIs ومتقسمة categories اهي زي ما انتوا شايفين على الشمال. ممكن تختاروا اللي تحبوها وتنزلوها، وبعدين خلينا دلوقتي اقول لكم ازاي ممكن نستعملها جوه سينما 4D. واحنا جوه سينما 4D هقول لكم الاول ازاي ممكن نستعمل HDRI image لو احنا بنستعمل الفيزيكال او الستاندرد ريندرر، وبعدين هقول لكم ازاي ممكن نستعملها لو احنا هنستعمل ارنولد. خلينا ننزل شوية objects للسين دوت علشان نتست ال HDRI images اللي احنا هننزلها. خلينا هننزل plane، هندوس T ونكبرها شوية. بعد كده خلينا ننزل sphere، نقلل الراديوس لحد 50، نطلعها فوق شوية، وبعدين هنعمل منها 3 نسخ. آخر نسخة ديت هنروح للكوردينيت بتاعها ونخليها 300، النسخة اللي قبلها هنخليها ماينس 300. بعد كده هندوس على الماتيريال مانجر ونروح لكرييت كلاسيك ماتيريالز وندوس على نيو ستاندرد ماتيريال، نعمل عليها دبل كليك ونقفل الكالر والريفلكتنس ونفتح اللوميننس. واللوميننس هي الشانل اللي احنا بنحط فيها ال HDRI images بتاعتنا. انا عندي واحدة جاهزة هسحبها وهنزلها هنا جنب التكتشر. دي كانت استوديو سيت اب. خلينا نقفل ديت ونعمل ماتيريالز نحطها على السفيرز ديت. هنروح لكرييت كلاسيك وندوس على نيو ستاندرد ماتيريال ونعمل 3 نسخ. هناخد اخر واحدة نحطها زي ما هي على السفير الاخرانية. تاني واحدة هنخليها ميتال، فهنروح للريفلكتنس نشيل اللاير دوت وننزل بيكمان، ومن الاتنيويشن هنخلي الافريج ده ميتال، وتحت اللاير فرينل هنفتحها ونخليها كوندكتور، وبعدين البريسيتس هنختار ايرون. ممكن نعلي الرفنس بس لحد 15% ونقفل هنا ونابلاي ديت على السفير التانية. بعد كده اول ماتيريال عملناها هندبل كليك عليها، نقفل الكالر ونفتح الترانسبيرنسي وده هيخليها تبقى ازاز، والريفليكشن بريسيت بتاعتها جلاس اهي فهي ازاز. هنقفل الماتيريال اديتور ونسحب الماتيريال ديت نحطها على اول سفير. بعد كده هنقفل الماتيريالز مانجر وندوس كنترول بي علشان نفتح الريندر سيتنج، هنلاقيها على فيزيكال. هنروح ل options ونقفل ال default light، مش محتاجينه دلوقتي، احنا مش عايزين اي لايت غير اللايت بتاعنا اللي جاي من ال HDRI image. بعد كده هنروح ل effect ننزل ambient occlusion و global illumination. جوه ال global illumination هنخلي ال secondary method بدل off تبقى radiance cache، ونعلي samples الأول نخليها custom sample count، وبعدين هندوس على السهم دوت ونخلي دي 1024. بعدين هندوس على كلمة physical ونعلي ال sample quality بدل low نخليها medium، وبعد كده هنقفل ال render setting. عشان نستعمل ال HDRI image محتاجين sky، فهندوس على ال sky ديت وهي sky object هينزل في السين بتاعنا.
هنفتح الماتيريال مانجر ونسحب الماتيريال اللي عليها ال HDRI image بتاعتنا ونعمل لها ابلاي على السكاي. هنقفل الماتيريال مانجر وهنلاحظ في الفيو بورد ان احنا ابتدينا نشوف الاستوديو بتاعنا اللي هو ال HDRI image بس مبكسل واحنا مش شايفينه كويس. في حالة ان احنا عايزين نشوفه جوه الفيو بورد بشكل احسن فهنفتح تاني الماتيريال مانجر، ندبل كليك على الماتيريال اللي فيها ال HDRI image، هننزل تحت خالص لحد فيو بورد، هنلاقي في حاجة اسمها texture preview size، هتلاقيها على ديفولت، هنخليها اعلى حاجة دلوقتي. وبعدين هنبص كده هنلاقي ان احنا شايفينها باعلى كواليتي ممكنة. خلينا نرجع للسفيرز بتاعتنا ونقفل الماتيريال مانجر. بعد كده هندوس كنترول ار علشان نرندر جوه الفيو بورد. وزي ما انتم شايفين احنا ما عندناش اي لايت جاي من اي حتة تانية، هي بس السكاي وعليها ال HDR image. لو دوسنا على السكاي اوبجكت هنا هنلاقي في basic و coordinates. تحت ال coordinates هنلاقي البوزيشن واحنا ما بنعملش بيه اي حاجة. تحريك البوزيشن هنا ما بيأفكتش على ال HDRI image خالص، اللي بيأفكت واللي احنا ممكن نلعب بيه زي ما احنا عايزين وهو الروتيشن. ده هيخلينا نغير الحتة اللي فيها اللايت. لو عندنا لايت بوكس مثلا لو احنا على اليمين فممكن نجيبه على الشمال زي ما احنا شايفين كده على السفير اللي عليها الميتال. هنا التغيير في الروتيشن بيفرق في اتجاه مصدر الإضاءة. ودلوقتي خلينا نغير ال HDRI image ديت بواحدة تانية. هنفتح الماتيريال مانجر، دبل كليك على الماتيريال اللي فيها ال HDRI image، نرجع تاني لللومينانس ونسحب أي واحدة احنا عايزينها ونحطها في نفس المكان، نستناها تحمل. ودي طلعت أوضة فاضية. هنقفل الماتيريال اديتور وندوس كنترول ار. زي ما احنا شايفين بقينا واخدين الامبيانت لايت بتاع الأوضة الفاضية اللي عندنا. خلينا نقول ان احنا مش عايزين نشوف ال HDRI image في الريندر بتاعنا، فهنروح للسكاي اوبجكت في الاوبجكت مانجر، هندوس عليها برايت كليك، هنروح للريندر تاجز وندوس على التاج بتاع الكومبوستنج. جوه التاج بتاع الكومبوستنج هنلاقي في حاجة اسمها سين باي كاميرا، في جنبها تشيك صغيرة هنشيلها وهنبص كده هنلاقيها اختفت من الفيو بورد. ولو دوسنا كنترول ار فهي اختفت كمان من الريندر. وده كل اللي احنا محتاجينه لل HDRI image علشان نستعملها في الفيزيكال او الستاندرد ريندررز. دلوقتي خلينا نشوف هنعمل كده ازاي جوه ارنولد. فاول حاجة خلينا نمسح السكاي اوبجكت دوت، هندوس عليه في الاوبجكت مانجر ويندوز ديليت. دلوقتي خلينا نقفل الماتيريالز مانجر ونروح لارنولد، هننزل ارنولد سكاي ونفتح ال IDR window عشان نشوف ايه اللي بيحصل، ونسحبها ونحطها على يمين الفيو بورد. هندوس على الارنولد سكاي، تحت مين هنلاقي فيه color، نروح لليمين خالص عند السهم دوت هندوس عليه وندوس على كلمة constant، هيطلع لنا البارامتر بتاع الcolor. هندوس على الcolor ونختار اي لون احنا عايزينه وهيبقى ده الامبيانت بتاعنا. بس احنا دلوقتي عايزين ال HDRI image فهنختار كلمة texture. ممكن ان احنا نسحب ال HDRI image ونعمل لها دروب في البار دوت على طول. هنستناها تحمل شوية ونبص هنلاقيها بالمنظر دوت. بس لو اتحركنا يمين وشمال وبصينا كده هنلاقي ان احنا شايفين ال HDRI image جوه الفاينل ريندر. برضو لو احنا مش عايزين نشوفها في طريقة عشان نعمل كده، جوه ارنولد سكاي هننزل تحت خالص هنلاقي الكاميرا في جنبيها value. لو خلينا الفاليو دي صفر مش هنشوف ال HDRI image في الفاينل ريندر، بس الإفكت بتاعها هيفضل موجود زي ما احنا شايفين. ودي كانت نهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجبكم واتعلمتوا حاجة.